مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر كفاية يا عين. فيلم من مفقودات السينما المصرية، وممكن تكون أول مرة تسمع عنه. تاريخ العرض 10 سبتمبر 1956. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة. عمر الفيلم 68 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. من إخراج حسام الدين مصطفى. وتأليف حسام الدين مصطفى. قصة وحوار يوسف جوهر. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة ماجدة، كمال الشناوي، محمود المليجي، عباس فارس، زينب صدقي، ستيفان روستي، سوريا فخري، نعمة مختار، محسن حسنين. وأما عن قصة الفيلم فقصة فيلمنا بتحكي عن بنت جميلة جدا عمرها 20 سنة، من عيلة غنية جدا وأبوها من أغنى أغنياء البلد. بتحب تلعب تنس في النادي، وفي مرة من المرات وهي بتلعب شافها شاب اسمه كمال، أعجب بيها من أول نظرة، وحاول يتلكك بكل الطرق إنه يفتح معاها كلام، ولكن كل مرة ما يحصل حاجة، وخجله بيمنعه إن هو يتكلم معاها. وفي مرة من المرات وهي بتلعب الكورة بعدت عن الملعب، فقرر إن هو كجنتلمان يجيب الكورة ويدخل الملعب ويديها لها. وأول ما شافته بصوا في عينين بعض واتفتح الكلام على طول، وبقوا صحاب جدا وأعجب بيها، والإعجاب اتحول لحب. عدت الأيام والليالي، وأبوه كلمه في التليفون واكتشف إن أبو البنت دي صاحب أبوه جدا، وإن هما الاتنين متربيين مع بعض وصحاب من وهم أطفال، وكانوا جيران كمان في البلد. فأبوه قاله أخوك هيجيلك ومعاه 200 جنيه علشان يديهم لأبو البنت دي، لأني كنت سالفهم منه. نسيت أقول لكم إن كمال ده عنده أخ وحيد اسمه فتحي، وإن كمال بعد ما خلص تعليمه جه على مصر عشان يشتغل، وإن أبوه لسه في الصعيد هو وفتحي. ففتحي بما إني شاب ريفي أول ما جه على مصر أغرته الأضواء، وأول ما شاف البنت دي أعجب جدا ووقع في غرام فلوس أبوها. دي حقيقة، مش في غرامها خالص، ولا كان بيحبها، هو كل اللي همه الفلوس وبس. وطبعا اتلم عليه أصدقاء السوق ولعب القمار على 200 جنيه ومحاهم من على وش الأرض. وطبعا لما أبوه عرف خرب الدنيا، وراح جايبه وقال له ارجع تاني البلد، أنا عايزك ضروري. وأول ما رجعه قال له الحقيقة المرة في وشه، قال له انت مش ابني. شفت فيلم الخطايا؟ نفس الموقف اللي عماد حمدي عمله مع عبد الحليم بنفس القلم، وقال له انت مش ابني، وانا اساسا كنت جايبك كده من الملجأ، صعبت عليا وقلت اربيك، لكن انت باللي انت عملته ده لا انت ابني ولا عايز اعرفك، حتى التربية خسارة فيك. طبعا التاني جاله ذهول من المنظر وحب يصلح الموقف، لانه هيروح فين بقى، خلاص هيترمي في الشارع. فحاول يعدل كل حاجة على قد ما يقدر، ورجع تاني لمصر لاخوه، وما قالش لاخوه اي حاجة، ووعد ابوه انه خلاص هيتعدل، وان الكلام ده كله يبقى سر ما بينهم هما الاتنين. واول ما رجع على مصر حاول يخلي نادية تقع في غرامه، اللي هي البنت الجميلة دي، ولكن نادية اساسا ما كانتش بصله ببصلة، وكل اللي كانت شايفاه كمال وبس.
فقال خلاص الحل الوحيد ان انا لفق قضية مخدرات لاخويا واخويا يتسجن. وبالفعل راح لأصدقاء السوق اللي ضيعوا 200 جنيه واتفق معاهم يجيب شوية مخدرات ويحطهم لاخوه في الشقة ويبلغ عنه. وبالفعل عمل كده، وطلعت الكمية قليلة واتقبض عليه واتحكم عليه بالسجن 3 سنين تعاطي مخدرات، مش الاتجار فيها، تعاطي، لان الكمية كانت قليلة جدا، لان استاذ فتحي ما يقدرش يدفع فلوس كتير لانه بالمعنى الاصح صايع، ما معهوش فلوس اصلا، فاشترى كمية قليلة عشان يوديه في داهية وخلاص. اول ما عمل كده وودى اخوه في داهية، قرر ان هو بقى يفضى، عايز يوقع نادية في حبه. يعمل ايه؟ عايز يخلي كل حاجة، ياخد كل الفلوس بتاعتها. طبعا نادية هممها حبيبها اللي سابها واتسجن، راحت له السجن وهي بتعيط بالدموع، ويا كمال انا مصدقاك وانا هفضل مستنياك وانا 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 وانا. وكمال طبعا زي العبيط مش عارف ان اخوه هو السبب في المصايب دي. طبعا استاذ فتحي راح لوالدتها وجاب لها حاجات ومحتاجات، وقعد يوهمها ان هو احسن راجل في الدنيا، وان من بعده سوق الرجالة وقف وانا وبس، ومن بعد الطوفان وانا اللي هسعد بنتك وانا 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 وانا، وان اخويا ده اساسا كان معفن، وان هو كان بيلعب بيها، وان هو كان بتاع ستات، لكن انا رجل مستقيم من البيت للجامعة ومن الجامعة للبيت، ما عملش اي حاجة، واخويا ده هو اللي كان بيعمل كل المصايب. كل اللي في اخوه جابوا فيه، واللي فيه جابوا في اخوه. حصل عملية تبادل ما بين الشخصيات. وبالفعل تقولش امه او لا امها ما صدقت، حبته حب، وقعت في غرامه من اول نظرة. ده ايه الشاب ده اللي هيفرح بنتي، هيسعدها، هيخليها عايشة كده على سجادة طايرة في الهوا. وتقنع فيها ونادية تقول لا، وتقنع فيها ونادية تقول لا، لحد ما جابت اخرها ووافقت. واليوم اللي كانوا بيمضوا فيه عقد الجواز والمأذونة قاعد، اول ما كتبت اسمها اخر حرف في اسمها امها توفت في يوم الفرح، فكان عريس شؤم. بعد اسبوع من الجواز خرج كمال من السجن، لقى قدامه ابوه واخوه فتحي مستنيينه، فراح معاهم البيت. طبعا اول ما وصلوا فتحي عرفه على مراته على طول، مستناش، انا هقهرك هقهرك. طبعا اول ما شافها حصلت له صدمة، وقابلها من ورا اخوه في الجنينة وقال لها انت خاينة، انت خاينة، جيتيلي السجن وقعدتي تقوليلي اول ما اتسجنت، وبعد كده رميتيني 3 سنين، وبعد كده اكتشفت ان انت اتجوزت اخويا ومش عارفة ايه، وابعدي عني ومش عارفة اعرفك تاني، وكل الافلام دي. طبعا الدنيا اتكعبلت اكتر، وهي عمالة تحاول تبين له براءتها، مش عارفة. قعد مستحملها لمدة شهر، وبعد كده كان عايز يمشي ويسيبها. مشي ورجع تاني شقته في مصر وسابهم بقى هما يقعدوا مع بعض. البنت دي عشان ربنا بيحبها وهي بتدور في الأوراق بتاعته اكتشفت جواب كاتبه بخط ايده، مكتوب فيه ان هو صاحب المخدرات، وان صاحب السوق اللي هناك او الشخصية المعدومة دي من اصدقاء السوق مضوه على ورق ومضوه على فلوس ومضوه على حاجات، وكان ما بينهم اتفاقات كبيرة جدا، لان هما الاتنين عملوا عملية تبادل مشترك، انت هتساعدني دلوقت وانا هساعدك فيما بعد ما اخد فلوس مراتي. والدنيا اتكعبلت، فقررت ان هي تاخد الجوابات دي وتاخد الورق ده وتقوله ها هتعمل ولا افضحك، هتطلقني ولا افضحك. وكلمت اخوه في التليفون في السر وحكيت له كل حاجة،
وطبعا كمال ما صدقهاش، قالت له لو انت مش مصدقني انا معايا اثبات على كل كلمة هقولها. طبعا اول ما قالت له كده ما صدقهاش اصلا، وقال لها انتي واحدة خاينة وعايزة زي ما خدت اخويا توقعي ما بيني وما بينه، واخويا ده احسن بني ادم في الدنيا، واخويا واخويا واخويا، وانا من بعد ابويا مش هلاقي غيره، وانتي عايزة تخلصي مننا كلنا، وعايزاني بدل ما دخلت السجن مرة ادخل مرة تانية، بس المرة دي لو دخلت هدخل وانا قتلك. وحصل حوار كبير جدا. الموضوع مخلصش على كده، لا، فتحي ملقاش فيها اي نوع من التهديد، فقرر ان هو يحاول يقنعها وخدها العزبة. وهناك كان حاول يقتلها مرة واتنين وتلاتة. كمال قعد يدور الكلام في دماغه، فأول ما راح تاني على بيت أبوه على أساس إن هو يقابل فتحي ويتكلم معاه، اكتشف إن هو مش موجود. والخدامة قالت له إن هي كانت بتتجسس على التليفون، وقالت له إن فتحي كان بيتفق مع واحد يروح له عند المزرعة أو العزبة، والعزبة دي هيقفلها بالأسلاك الحديدية ويجيب لها شوية بلطجية يمنعوها من الخروج. وأول ما سمع كده قرر إن هو يجري على العزبة على طول. وأول ما راح حاول إن هو يمنعه بشتى الطرق علشان ينقذ حبيبته من هذه الجريمة الشنعاء. وبالعكس فتحي طبعا بين له كرهه للمرة 3000، وقرر إن هو يطعنه بسكينة. بعد خناقة طويلة دارت ما بينهم هما الاتنين، وهو بيضربه كمال بيبعد شوية ومسك ايده لواها، فالسكينة دخلت في قلب فتحي وفتحي مات. وكمال اتجوز نادية في الآخر، لأن البوليس جه وتأكد إن الطعنة دي فتحي هو اللي ضربها لنفسه، لأن السكينة كان البصمات الموجودة عليها بصمات فتحي. وانتهى الفيلم نهاية سعيدة جدا، ان كمال اتجوز حبيبته، اكتشف من ابوه ان فتحي ده لا اخوه ولا حاجة، وان هو اساسا كان جايبه من دار ايتام، واكتشف ان فتحي هو اللي خرب حياته، وهو كمان اللي دخله السجن بسبب المخدرات، وان خير تعمل شر تلقى، وحوارات كتيرة جدا. بس الفيلم انتهى نهاية سعيدة، موت الشر ونجاح الخير. ومن هنا نكتشف عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة أو المشاهدة إن الخير هيجيلك، لو عملته كتير هيجيلك، لو عملته قليل هيجيلك، والشر كمان هيجيلك. بس الشر لو عملت حبة قليلين هيجيلك كتار، لكن الخير بيتضاعف والشر كمان. فاعمل الخير عشان يرجع لك تاني، وما تعملش الشر عشان صدقني هيلف يلف ويخبط في وشك تاني. شكرا جدا.